لكن انك تكون بديل، البديل ده الشخص اللي هو زي ما بيقولوا كده الشخص المستعار، مم. او الشخص وقت الحاجة. مم. ما اعتقدش ان في حد بيقبل ممكن يكون الوقت يعني حد مش موجود فحد يجي مكانه. ده شيء. في ناس بتقبل للأسف. في ناس بتقبل عشان بيبقى في ناس عندها، خلينا نكون متفقين ان الحب في بعض المواقف بيكون ضعف. مم. فالإنسان بيضعف جدا جدا لما بيوصل لمرحلة إن هو بيحب جدا اللي قدامي فقابل إنه يكون معاه على أي وضع. مم. ففي ناس بتقبل، بس هو عمره ما هيحس إن هو شخص آم، أساسي أو شخص مهم. مم. والحب الميزة بتاعته بعيدة عن التفاهم هو المشاعر المتبادلة. صح. فما فيش مشاعر متبادلة، في حد من الاتنين مشاعره مزيفة، مم. ما بنقدرش نقول إن ده حب يعني. نقدر نقول كل ما هو متبادل دائم. بنسبة كبيرة. طيب عايزين نسمع حاجة بقى يا عبد الله كلها إحساس كده. نسمع حاجة تانية. والله الكلام حلو، أنا مش محضر بس يا خلينا. جماعة احنا جايين نقعد معاكم قاعدة كده كلها حب وفيها طاقة صداقة كده ومفيهاش تكلف يعني، فاحنا فعلا مش محضرين لا يعني. مش محضر بجد. اه. خلينا نقول هي هبة يا جماعة بتحب الخليجي جدا يعني. قوي. دي حقيقة. خلينا نقول لها كلك على بعضك الله. حلو، والأحلى الخجل اللي بعيونك، تزعل أو ترضى حلو، شوكة بعين اللي يحسدونك، وجهك حلو، قلبك حلو، طولك حلو، أكلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو، عمري من عمرك حبيبي، كل شي لعيونك يهون، انت اغلى الناس عندي، حبي لك حد الجنون، يكفي بعيونك الحلوة تشوفني وتسأل عليا، تضحك لي الدنيا بعيوني، والسعادة طير بيا، وجهك حلو، قلبك حلو، كلك حلو، أكلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. الله الله. وانت كلك حلو يا والله عبد انا الله. مش محضر فده شكله لا انت كلك حلو كاظم يا عبد مكمل الله. معانا اليوم ايوه. شكله. الفنان الجميل كاظم الساهر طبعا هو رمز الحب يعني. القيصر، امم. القيصر اللي ابدع في وصف المرأة. دي حقيقة. طبعا دي حقيقة. طبعا. كلنا كأنثوات يعني طبعا. بصراحة ما عندناش حد نصير نصارنا زي كاظم طبعا بصراحة طبعا يعني. طبعا. هل انت مع او ضد الكرامة في الحب؟ سؤال انا بعتبره دايما سؤال مفخخ. اه. اه مكيدة، ده مش امم. سؤال. آه في شخص يقدر يعيش من غير كرامته؟ لا. بس برافو عليك. خلاص. لو كان الحب ما فيهوش كرامة يبقى الشخص من الاتنين مش مقدر التاني. هو الحب بيعزز الكرامة. الحب هو التقدير في الغياب وفي الحضور. صح. الحب هو أعلى درجات الاحترام. الحب هو أحافظ على كبرياء وكرامة الشخص اللي معايا، صح. والعكس صحيح. فالكرامة هي من جزئيات المهمة في الحب. هل في حد يقبل على نفسه إن حد يطعنه في كبريائه؟ لا. حد يقدر يعيش من غير كرامة؟
ده لا انا انا معاك لو جدا، لو اتفق. حد قابلني في الشارع وحسيت ان هو هيهين كرامتي، يعني الموضوع بالنسبه لي صعب. صح. لو حد من اهلي حسيت انه بيجي على كرامتي، هتناقش، هدافع عن نفسي، عن صح. كرامتي. فيجي الحب ما فيهوش كرامه، انا اسف يعني. بالعكس، احنا لما بنحب حد قوي بنبقى متعشمين فيه قوي، يعني كمان بنبقى مستنيين منه القيم دي اكتر من اي حد تاني. خلينا نقول ان في بعض الرجاله وفي بعض النساء عندهم مثلا عصبيه، امم. او نقدر نقول ان هو مش اللي في قلبه على لسانه، بس هو تلقائي او امم. تلقائيه زياده عن اللزوم، فبيخرج منها بعض الامور اللي ممكن تتحسب ان هي على الكرم. امم. لكن انا دا يعني دايما بؤمن بالثواب والعقاب. امم. يعني لو الموضوع ده غير معتاد، لازم يكون في كلام، ولازم يكون في عقاب، ولازم يكون في حد للمهزلة دي. لكن الموضوع لو استمر، لا، خلينا دايما نحسبها حسبة أبسط. امم. ايه اللي بيميز الراجل او بيميز الست في العلاقة؟ امم. هي لو ما حسيتش ان الشخص اللي قدامها ده راجل او مسؤول او ليه هيبة، عمرها ما هتشوفه كبير. قوام عليها. ولو هو ما شافش ان دي انثى. كرامته من كرامتها، صح. واحترامها قدام الناس، واحترام قراراتها مع بعض المناقشات، امم. يبقى هي ملهاش دور. اصل احنا مش هنقول ان الست عبارة عن حد، انا اسف يعني في اللفظ، يعني في البيت بيعمل اكل وبيغسل والكلام الدارج ده. لا، هو الست هي عمود البيت الاساسي، والرجل هو رب المنزل زي ما بيقولوا يعني. فلا يا جماعة، الكرامة موجودة متبادلة بين الطرفين، مش صح. حد على حساب حد. صح. بس ده وجهة طبعا. نظري. انا متفقين انا أهم حاجة. طبعا طبعا، لاني انا طيب. رايي ان الحب بيعزز الكرامه اصلا. أكيد أكيد. يعني ده لو هو بني ادم اصلا ما بيتمتعش ان هو عنده كرامه لما يحب. شوف، من ناحية الراجل الموضوع بيبقى أصعب. اكيد. يعني لو الراجل ما عندوش كرامة، مم. أصعب. إحنا شئنا ما أبينا، إحنا آم، مجتمع شرقي، مم. والرجالة في المجتمع الشرقي يقول لك أنت ليه مش متفتح؟ إحنا ميزتنا إن إحنا مش متفتحين زيادة عن اللزوم. مم. إيه الفرق بيننا وبين الغرب مثلا؟ يعني الفرق بيننا وبين الغرب هي الغيرة.